أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيكي امرأة برج القوس. النهاردة هنتكلم عن النصف الأول من شهر أبريل لعام 2024. القراءة دي قراءة عامة، يعني تنفع لكل العشريات الأولى والثانية والثالثة، وكمان تنفع لجميع الأعمار. لو أول مرة تشوف القناة شرفيني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. امرأة برج القوس، تطورات هتفرحك في العلاقة العاطفية والعلاقة المهنية. هقول تاني، دي بشارة ليكي، في عندك تطورات هتفرحك في العلاقة المهنية والعلاقة العاطفية أيضا. امرأة برج القوس، خلي بالك، انت هتتعاملي مع شخص ممثل بارع في دور مطرب عاطفي. هقول تاني، امرأة برج القوس، انت هتتعاملي مع شخص ممثل بارع في دور مطرب عاطفي، فحاولي انك تكوني واقعية مع من تحبيه، واحترسي من الجري وراء العواطف، لانك انت مقدمة على عمل كبير ومسؤولية اكبر. فتمهلي وادرسي في هدوء وراحة بال، لأن عندك سعادة وحب وأمل وحياة جديدة، وأخيرا يتحقق ليكي الاستقرار والأمان. طب إزاي الكلام ده؟ يعني هو ممثل بارع في دور مطرب عاطفي، وإزاي أنا هكون مقدمة معاه على مسؤولية كبيرة وعمل كبير؟ أنا قلت في الفيديو السابق خلي بالك، لأن ممكن تتقابلي مع شخص صدفة أو فجأة، فممكن هو يظهر أمامك بدور الممثل البارع في الدور العاطفي علشان يعرف ما بداخلك. فأنت خليكي دايما فكري بعقلك وبقلبك، فاحترسي من الجري وراء العواطف. يعني من الآخر خليكي قوية، واظهري أمامه بإنك شخصيتك قوية، وإنك ما عندكيش انك تجري ورا العواطف، او نقول مثلا ايه، انك تفرحي بكلمتين كده يضحكوا بيهم عليكي. لا، انت اللي عايزني هيكون عندي شروط، وتظهري امامه زي ما قلنا بالشخصية القوية المرحة، بس القوية اللي بتعرف تحقق بالظبط طلباتها وشروطها. امرأة برج القوس، في عندك زي ما قلنا صدفة لن تتوقعيها، وفرصة أيضا لن تتكرر، فاستعدي للقادم وابشري في علاقتك العاطفية والمهنية. امرأة برج القوس كمان، استشيري عقلك بجانب عواطفك الجارفة، ربما قلبك يخفي عنك بعض جوانب الحقيقة. خلي بالك، السلبية واللامبالاة في الحب والعواطف قد يسببان لك أزمة أو توتر بالغ الخطورة مع من تحبيه. ابدأي بابتسامة مشرقة لإعادة الأمل لحياتك، لأن زي ما بنقول دايما، في عندك راحة واستقرار عاطفي الفترة القادمة، وفي انفراج لمشاكلك العاطفية والعملية أيضا. يعني من الآخر اظهري بشخصية صيادة القلوب، وفي نفس الوقت اللي انت نقول عليها بمية راجل، اللي تستطيع انها تجذب اليها من تريده ومن تحبه، وانها تستطيع تسيطر على عواطفها، وبجانب ذلك تجذب اليها من تحبه. حتى لو جاي يمثل عليها دور ممثل بارع عاطفي، لا يحذر، لان هي عندها قلب شديد يواجه الحياة، وجدية أكثر من ذلك، وجدية أكثر من ذلك. تمام. امرأة برج القوس كمان، في عندك مال في الطريق إليك، وترقية في مجال عملك، وعلاقتك العاطفية سواء على مستوى الأسرة أو خارجها هتكون في تحسن مستمر. خلي بالك، وبكرر تاني، الهروب جزء كبير من ضعف الشخصية، فعليك بمواجهة الحياة بقلب شديد وجدية أكثر من ذلك، لأنك ساعات بتكوني متقلبة جدا لا تستقر على رأي، فحذاري من تغيير رأيك كل لحظة. زي ما قلنا قبل كده، لا تتحدثي عن أسرارك المهنية أو العاطفية، اعملي باجتهاد لكي تتحقق أحلامك، ليس النجاح بمجرد الوعود والأمال، لا، دايما خليكي انك تواجهي الحياة زي ما قلنا بجدية وبقلب شديد. ابعدي عن السلبية واللامبالاة
في الحب والعواطف، بكرر تاني علشان تحققي ما تريديه. أخيرا اللي انت تخلي بالك دايما منه، ولازم تمشي بهذه الشخصية الفترة اللي جاية، ان تصرفي دون خوف، تصرفي دون خوف، فالنجاح ينتظرك في كل خطوة من خطوات حياتك. واحتفظي بروح الدعابة والمرح والجدية. هقول تاني، تصرفي دون خوف، فالنجاح ينتظرك في كل خطوة من خطواتك. واحتفظي بروح الدعابة والمرح والجدية، وواجهي الحياة بقلب شديد وجدية أكثر من ذلك. ابتسمي، فالحياة سوف تعيد لك الأمل مرة أخرى، وقلبك هيكون مملوء بالاستقرار العاطفي بإذن الله. امرأة برج القوس، كمان البعض منكم عندي نجاح كبير وتقدم ملحوظ ولا خوف عليه من الفشل، وكمان البعض منكم أمامه سفر، ولكن السفر ليس في صالحك. خلي بالك من الموضوع ده. كمان في عندكم البعض الأوضاع بتبقى عندي قلقة شوية، ولكن لابد أنه يغير طريقة تفكيره، يغير طريقة تفكيره الأحسن، ويبدأ يبحث عن الحضور لنفسه أمام الجميع، وأنه يعمل شخصية قوية لنفسه، ويكون كلامه معسول بل من ذهب، ويعبر عن عواطفه بطلاقة وأمانة. الفترة اللي جاية كمان بيخبئ ليك الحظ مفاجأة حلوة في المجال المهني، والحظ يحالفك. فحالة الحزن اللي انت فيها لا تناسبك، ابعد عن الحزن. المال في الطريق إليك، فابتسمي للحياة فتبتسم لك، وابتعدي عن نقول السلبية والانعزال والأشياء اللي هي بتضيع منك الطموح. واجهي بكل قوة، فالنجاح حليفك. بكررها تاني، أنا مش هطول عليك يا امرأة برج القوس، ولكن لو عجبك الفيديو شرفيني بالاشتراك، وإلى اللقاء.